السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم على غير العاده اون غوسيت سالي اللي هي راح تكون عباره على طبق تونسي اصيل اللي هو الفريكاسي. بالنسبه لاباط انا كنت تفرجت قداه من قناه تونسيه، كل واحده هزيت منها فكره وخدمت بها لاباط. اما بالنسبه للحشو انا درت الحشو اللي نحبه. نبدو اولا بلاباط. درت كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، راح نضيف عليهم ملعقه خميره خبز. درجة الحرارة تاع الماء وتاع الحليب لازم يكونوا دافيين، ما يكونوش سخونين وما يكونوش باردين باش ما يهبطوناش الخبز. هذه هي الاساس تاع كل المعجنات. نخلط الخميره مع الحليب والماء وراح نخليها تتفاعل تقريبا 3 دقائق فقط. هنا راح نبدا نضيف اولا بيضه تكون بدرجه حراره الغرفه، لانه اذا كانت بارده راح تهبط لنا درجه الحراره تاع الحليب والماء وبالتالي ما تخليهمش يتفاعلوا مليح مع الخميره. وبعد راح نبدا نضيف في الفرينه والملح. بالنسبه للفرينه نبقى نضيف حتى نتحصل على قوام ما يكونش طري ويتلاصق في اليد، وفي نفس الوقت ما تكونش يابسه. راح نشوفوا القوام اللي لازم نوصلوا ليه. نعاودوا مع بعضنا المكونات. درت كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، ملعقة كبيرة خميرة خبز، بيضة في درجة حرارة الغرفة، والملح والفرينة. بعد ما لميت لاباط ضفت عليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ولا الزيت العادي، ورايحة نعجنها تقريبا دقيقة برك حتى نلاحظ انه السطح تاعها يولي املس، ما نفوتش دقيقة، جيست نلمها برك. وتوا رايحه نحطها تطلع حتى يتضاعف الحجم تاعها تماما. تقريبا تديري من نصف ساعه حتى لساعه حسب درجه حراره الغرفه اللي راني حاطه فيها لاباط. بعد ما طلعت رايحه نهبطها ونبدا نحل في لاباط. نعاون روحي دائما بالفرينه لانها لاباط كما قلت لكم ماهيش يابسه وماهيش طريه. السمك ما يكونش رقيق وما يكونش خشين، لانه كي يكون رقيق الكعبه تاع الفريكاسي رايحه تجينا يابسه ومقرمشه، واذا كان خشين رايحه تجينا معجنه. كما راكم تشوفوا السمك تاعها يكون متوسط. قطعتها بشكل دائري وبعد رايحه نحاول نجبدها شوي حتى نتحصل على الشكل البيضاوي اللي متعارف عليه في الفريكاسي. بعد ما قطعت كامل العجينة راح نغطاها ونخليها حتى تخمر. كي يكون الجو ساخن راهي من با الوقت اللي راح نحضر فيه الزيت ويسخن راح نلقى لاباط طلعت. اما بالنسبة كي يكون الجو بارد نبقى كل مرة نشوفها كي نلقاها طلعت، مش لازم تطلع ياسر، شوي برك نبدأ نقلي فيها. بالنسبة للزيت لازم يكون سخون مليح، ونحاولوا ان نطيبوا في حاجة ما تكونش ثقيلة، تكون متوسطه، ما تكونش هذيك الخفيفه اللي رايحه تحرق لي الفريكاسي وفي نفس الوقت ما تكونش ثقيله ياسر. كيف انا هذه اللي طيبت فيها راهي ثقيله، من بعد راني بدلت. كي نشوف الزيت سخن مليح نبدا نحط في الكعبات تاع الفريكاسي ورايحين يتنفخوا. كي نشوف الكعبه تنفخت قبل ما نقلبها هنا نعرف بلي راهي العجينه تاعنا راهي صالحه. باش نضمن انه ما يشربش الزيت لازم الزيت يكون سخون اول حاجه، ولازم نديروا البيضه في لاباط، لاني انا جربته بلا البيض لقيته يشرب في الزيت. لكن كي ندير البيضه وندير الزيت يكون سخون كما راكم تشوفوا راح تجينا لاباط تاعنا ولا كانها مقليه. وهو الفريكاسي اللي متعارف عليه انه يتكل سخون ما يتكلش بارد، لكن حتى بارد يجي بنين هو، ما كي يكون سخون يكون افضل. هنا بعد ما كملت تقليت الكعبات تاع الفريكاسي راح نروحوا للحشو. بالنسبه للحشو انا درت بطاطا مقليه، درت فلفل مقلي، درت زيتون وكاشير، ودرت طون تاع الزيت. هذوما كل خلطتهم مع بعضهم. الزيت تاع الطون كنت خلطت به الهريسه. اول حاجه درت الهريسه وبعد درت هذاك الحشو اللي درت طماطم وسلطه ودرت المايونيز، وما ننسوش اكيد العظام. نحنا في دارنا عندنا شكون اللي ياكل العظام وعندنا اللي ما ياكلش العظام، هذا علاه الوالد درتهم بالعظام وبعد درت الكعبات الاخرين درت فيهم العظام. وكل وحده دير الحشو اللي تحبوه. هو نورمالمون الحشو اللي يديروا فيه بطاطا مغليه، يديروا فيه العظام، يديروا فيه الهريسه، زيتون، طون. لكن حتى هذا راهو يجي باهي، فقط ما تديروش فيه اذا درتو ما تديروش فيه غير الحوايج المقليه برك.
لاني كون درت غير الحوايج المقليه يجي مقلي في مقلي يجي ثقيل ياسر. انا درت زدت له السلطه ما بانش فيه يعني لوغو تاع انه كلش مقلي في مقلي. وكل واحده دير الحشو كيما تحب. وهنا بعد ما كملت كعبات الفريكاسي كامل، كان هذا هو الشكل تاعهم النهائي. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وما تنسوش تخلوا لي رايكم فيه. رايحه نقسم، وكما راكم تشوفوا شكله راح يجي شهي، واكيد الاطفال كامل رايح يعجبهم. هنا رايحه نقسم لكم كعبه وتشوفوا الشكل تاعو من داخل كيفاه يجي. لاباط راهي تجي خفيفه فارغه من داخل. بالنسبه للحشو هذا راكم صح تشوفوه انه مقلي في مقلي، لكن صدقوني كي ديروا معاه السلطه، ديروا معاه بصل، ديروا معاه طماطم، راح يجيكم خفيف. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تخلوا لي جيم كومنتير باهي. اترككم الان في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.